شهادات الاستثمار اللي انا بشتريها من البنك. انا اشتريت شهادة، الشهادة دي انا عملتها ب100,000 جنيه. اتزنقت بعد كده محتاج فلوس، انا محتاج 10,000 جنيه. هل ينفع ان انا افك الشهادة اللي ب100,000 جنيه عشان اخد 10,000 جنيه؟ طب لو انا فكيت الشهادة اللي ب100,000 جنيه عشان اخد 10,000 جنيه، هل انا هخسر الفوايد بتاعة الشهادة اللي ب100,000 جنيه كلها؟ ولا هو ايه الموضوع بالظبط؟ تعالوا نعرف التفاصيل مع بعض. نصلي على النبي في التعليقات، كلنا نكتب في التعليقات نصلي على النبي، نعمل شير ولايك وكومنت. اللهم صل عليك يا نبي. التفاصيل تعالوا نفهمها مع بعضينا كده بالراحة. هناخد مثال ان انا اشتريت شهادة ب100,000 جنيه. الشهادة ما ينفعش ان انا افكها قبل 6 شهور من تاريخ الشراء. يعني لو انا اشتريت الشهادة في شهر يناير 2024، جيت في شهر مارس احتجت فلوس، ينفع ان انا افك الشهادة في شهر مارس؟ لا، ما ينفعش ان انا افك الشهادة في شهر مارس. طيب اقدر افكها امتى؟ بعد مرور 6 شهور من تاريخ الشراء. ده اول جزء. طيب انا عديت ال6 شهور، محتاج 10,000 جنيه. لما اجي اخد ال10,000 جنيه من الشهادة اللي ب100، هل ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع. طيب هو انا لما اشتري شهادة ب100,000 جنيه عشان ما اخسرش، اشتري 10 شهادات كل شهادة ب10,000 جنيه لوحدها عشان ابقى ناصح، ولما افك ما اخسرش فلوس بتاعت الفوائد كلها؟ ولا ينفع اشتريها ب100,000 على بعضها؟ ينفع تشتريها ب100,000 على بعضها، وينفع تشتري 10 شهادات كل شهادة ب10,000 جنيه. دي ممكن ودي ممكن. طب لو انا اشتريت الشهادة اللي ب100,000 جنيه على بعضها واحتجت ال10,000 جنيه وال6 شهور عدوا، هخسر ايه؟ هخسر الفايدة بتاعت ال100,000 جنيه على بعضها ولا بتاعت ال10,000 جنيه اللي انا خدتها بس؟ هي دي بقى الجزء المهم اللي احنا هنتكلم فيه. انا وانا قاعد في بيتي بشرب كوباية الشاي، اقدر ادخل، هناخد مثال نقول الاهلي، الشهادة بتاعت البنك الاهلي، اقدر افتح التطبيق بتاع الاهلي نت، الاهلي نت، واقدر ان انا ادخل عن طريقه وانا قاعد في بيتي من الموبايل بتاعي، ادخل على الشهادة اللي ب100,000 جنيه اللي انا شاريها، واعمل استرداد جزئي. هو بيطلع لي اختيارات، عايز استرداد كلي ولا عايز استرداد جزئي. الكلي يعني انا هفك الشهادة اللي ب100,000 جنيه كلها. الجزئي يعني انا هاخد 5,000 2,000 المبلغ اللي انا محتاجه هسحبه لوحده. تمام، فبختار استرداد جزئي. هيقول لي ادخل المبلغ، هدخل 10,000 جنيه، هدخل 10,000 جنيه. هيرد يقول لي ايه؟ هيقول لي ال10,000 جنيه اللي انت هتاخدهم هيرجعوا لك كمثال 9,200 جنيه. ليه؟ علشان نسبة ال800 جنيه دول اتخصموا من الفوايد اللي انت خدتها وصرفتها، فيبقى انت اللي باقي لك من ال10 9,200. طيب وال90,000 اللي موجودين التانيين حد جا جنبهم؟ لا، الفوايد بتاعتهم
حد جه جنبها؟ لا، زي ما هي. يبقى انا عملت استرداد جزئي، خدت جزء من المبلغ واتخصم مني جزء من الفوائد اللي انا كنت واخدها قبل كده. البنك بياخد نسبة وبيدي لك نسبة، بياخد جزء وبيدي لك جزء. فال10,000 جنيه اللي انت هتستردهم هنقول ان هم هيوصلوا لك تقريبا كمثال 9,200 جنيه كمثال. يروح قايل له اوكي خلاص انا موافق. يروح عامل ايه؟ يقول لك تم عملية المراجعة. وبعد شوية يروح قايل لك ايه؟ الفلوس بتاعتك اللي هم 9,200 جنيه نزلوا في الحساب الشخصي بتاعك، حضرتك تقدر ان انت تسحبهم. والشهادة اللي موجودة حاليا بقى قيمتها بدل 100,000 جنيه بقت 90,000 جنيه، وحضرتك استرديت ايه؟ الجزء التاني. طيب العملية دي تمت من غير ما اروح لخدمة العملاء، من غير ما اروح للبنك، من غير ما اقف طابور، من غير ما اروح في الزحمة، من غير ما اخد من وقت الموظف اللي في البنك ولا اضيع من وقتي. كل ده بعمله وانا قاعد في بيتي. عملت العملية وفكيت الشهادة والفلوس نزلت في حسابي وعملت كل ده. طب انا عايز اسحبهم بقى، اروح البنك بقى عشان اسحبهم؟ لا، الكارت بتاعك اللي معاك هتروح تسحب من على المكنة بتاعة البنك من بره من غير ما تدخل. هتاخد المبلغ اللي انت عايزه اللي هم 9,200، هوب تروح ساحبهم بقوا في ايدك. يبقى احنا كده فكينا الشهادة وعملنا الفوائد بتاعتنا وخلينا بقية الشهادة الجزء التاني موجود عندنا في البنك، وشوفنا الجزء اللي اتفك كام والجزء اللي رجع لنا كام والفوائد اللي احنا خدناها وصرفنا فلوسنا. كل ده من غير ما اروح البنك، ووفرت على نفسي الزحمة ووفرت على نفسي المشوار والفلوس اللي انا هدفعها رايح جاي والموظف اللي انا هستهلك وقته. عملت توفير ليا وللبنك، وكل حاجة عملناها واحنا قاعدين في بيتنا. طيب هو تطبيق الاهلي نت ده في زيه في بنك مصر لو انا شاري شهادة من بنك مصر؟ في بنك مصر اونلاين، وفي الاهلي نت ده للبنك الاهلي وده لبنك مصر. اقدر اعمل العمليات دي كلها وانا قاعد في بيتي، وافك وارجع واعمل الاسترداد واصرف بدون اي مجهود خالص. السؤال ده جالي من اكتر من متابع، وحبيت ان اعمل لكم فيديو ارد على الاسئلة اللي جات لي بخصوص الموضوع ده في فيديو واحد. عندك استفسار في حاجة لسه مش واضحة، في حاجة عايز تسأل عليها، في حاجة عايز تستفسر عليها، اكتبها لي في تعليق على نفس الفيديو اللي انت بتتفرج عليه، وانا هرد على كل التعليقات اللي هتيجي اللي فيها اسئلة. هرد واجاوبك على طول. ما تنساش ان انت في التعليقات تدخل تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، ونعمل شير ولايك وكومنت. ويا رب تكونوا بتستفيدوا من الكلام اللي انا بقوله. اشوفكم يا رب بكل خير. سلام عليكم.